السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. اهلا بيكم في فيديو جديد. يا صباح الخير ويا مساء الخير اللي اتفرج بالليل. اهلا بيكم جميعا في فيديو جديد. طبعا زي ما انتم شايفين كده حلقت شعري. اهلا 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 اهلا. يعني قررت ان انا احلق شعري عشان مناسبة سنة جديدة وكده، اغوش السنة الجديدة بحاجة كويسة وحاجة لطيفة، واعرف ان انا هكون شخص مختلف وشخص جديد ما كنتش عليه قبل كده. عايز اتكلم معاكم في جزئية مهم. قبل ما ابدأ قولوا لي دايما في التعليقات عشان احس ان انا يعني عملت لكم حاجه جديده وحاجه مختلفه. عايز اتكلم معاكم في جزئيه معينه، تمام؟ حاجه مهمه ان انتوا تكونوا عارفينها كويس جدا عني انا كشخص. كان جوائل حامد، انا مبسوط ان انا عايش في مصر. يعني الكلام ده يعني انا حاسس ان انا المكان ده بيمثل لي بشكل كبير، مش بصعوبة كبيرة جدا ان انا يعني اتحرك من هذا المكان. يعني حاسس ان انا بشكل كبير جدا ان انا يا جماعة مش بسهولة ان انا اتحرك واروح مكان تاني واسافر بلد تانية واقعد فيها واسكن فيها واعيش فيها والحاجات دي كلها. لا، هيبقى صعبة جدا. ليه؟ لاني بحب بلدي، بحب مصر، بحب الشعب مصر، بحب الارض، بحب الناس، بحب ان انا اكون يعني جزء كبير من هذا المكان. يعني انا سافرت في حياتي خلال 35 سنة، سافرت مرتين، ومرتين سافرتهم نفس البلد. سافرت الامارات، رحت قعدت في دبي شويه، ولكن ما حسيتش ان انا حسيت ان انا مبسوط وكل حاجه، ومكان ترفيهي بشكل كبير، وفي رفاهيه وفي جمال وفي تكنولوجيا وفي عمارات ناطحه السحاب والكلام ده كله. ولكن انا مرتحتش غير في البلد مصر، بلد الكنانة، او بلد اللي هي الدفء، او بلد كبيرة، بلد تحس ان هي عظيمة وتاريخ. مش سهل خالص ان الواحد يلاقي بلد زي مصر في العالم. فاهمين قصدي؟ يعني انا يعني بشوف ان الفيديوهات اللي بالشكل ده، او الفيديوهات اللي بتتكلم بالاسلوب ده او بالنوع ده، قليلة جدا على اليوتيوب او قليلة جدا على الانترنت. فانا حبيت ان انا اكون الشخص ده اللي هو بيتكلم عن حبه لوطنه وحبه لبلده وحبه لناسه وحبه لارضه وحبه لهذا المكان الذي يعبر عن تاريخ ودفء ومكانة كبيرة وعظيمة كبيرة جدا جدا جدا. مش هنلاقي مكان زي ده في العالم. ده مش مجرد كلام انا بقوله، دي حقيقة فعلا. يعني بشوف فيديوهات ان هي موجودة في العالم، ناس عايشين في بلاد تانية وبيتكلموا عن بلاد تانية في اوروبا، في امريكا، في استراليا، في الغرب، في امريكا اللاتينية، في اسيا. ولكن ما حسيتش ان انا عندي الترحال او الرغبة اللي انا اسافر، او اللي انا هسيب بلد دي واروح بلد تانية عشان انا مش مرتاح هنا. لا، دي جميلة جدا. الفيديو ده بيعبر عن حياة وجمال وحاجات كتير كده. لا، انا لازم اروح البلد دي. ما حسيتش الاحاسيس دي خالص. يعني انا ما حسيتش الاحاسيس دي خالص من اي فيديو خالص اتفرجت عليه، من اي اجنبي اتفرجت عليه، من اي فيديو حسيت ان هو في حاجة مختلفة. لا، حسيت ان انا كامل، شخص 100 الدنيا تمام
مرتاح وفي تقدم وفي رقي وفي تأخر وفي غنى وفي فقر وفي احساس بالوطنية وفي احساس بالدونية وفي كل حاجة هتلاقيها في مصر. وفي نفس الوقت هتحس ان انت مرتاح ودفيان كده، مع ان انا لابس نص كم والدنيا ساعة، بس حاسس ان انا دفيان وانا بتكلم عن مصر. فاهمين قصدي؟ فيعني دي حاجة يعني مهمة جدا، يعني ان احنا يعني نعرفها ونحسها ونكون جزء يعني كبير من تقدم هذا المكان وهذه البلد وهذا هذه مصر. فاهمين قصدي؟ من هذا يعني هذا المكان العجيب. يعني كفايه عجائب الدنيا السبعه، الحاجه الوحيده اللي فضلت موجوده الاهرامات، موجوده لحد دلوقتي ما شاء الله. يعني حاجه يعني يمسكوا الخشب والحاجات دي كلها، لان هي تفضل موجوده لحد اخر العمر. يعني انا عايز يعني ده الاكيد يعني. فاهمين قصدي؟ ما تسمعوش بقى لواحد مثلا زي اسمه الدرة وزي ناس تانية كتير معرفش اساميهم بصراحة، بس بشوفهم على الانترنت. يعني الدرة ده عامل فيديو بيقول لك اهرب من مصر. اهرب ليه؟ يعني حاسس ان انا مبسوط، انا مبسوط في مصر، مبسوط ان انا عايش في مصر. ايه اللي يخليني اهرب؟ انت نفسك تيجي، انت نفسك اصلا تيجي وتقعد هنا وتعيش هنا وتتقدم هنا وتحب احسن هنا وتبقى افضل هنا وتبقى كويس هنا. بس انت عايز تحث الناس على حاجة انت خدتها بقرار مش مظبوط، وبلد تانية معرفش راح فين، كندا ولا معرفش راح فين، وعايز الناس تروح المكان ده او تروح تسافر تسيب مصر علشان انت عملت كده، عشان تحس ان انت ما عملتش حاجه غلط، او حاسس ان انت غلطت، او انت عملت تصرف مش المفروض تعمله والكلام ده كله. فاهمين قصدي؟ يا جماعه ما تنجرفوش وما تمشوش ورا كلام الناس اللي موجود على الانترنت بشكل كبير، لان الحياه بقت غريبه. الانترنت بقى غريب، بقت حياتنا كلها انترنت دلوقتي. التلفزيون ما بقاش ليه مكان ودي حاجه مش كويسه. يعني انا مش شايف ان دي حاجه كويسه، لان التلفزيون بيعمل توازن ما بين الانترنت والتلفزيون، واللي عايز يتشهر وعايز يتعرف بيروح للانترنت، بيروح للتلفزيون. دلوقتي الناس عايزه تتشهر على الانترنت وتبقى مشهوره وتبقى موجوده على الانترنت. فاهمين قصدي؟ فما تمشوش ورا الناس اللي هي بتتكلم وبتنتقد وبتكرهك وتعملك وتخليك تكره او تحبش او تبعد او تهرب من مصر. احنا وطنيين، احنا قوميين، احنا بنحب هذا الوطن، بنحب البلد دي، وما نقدرش نستغنى عنها او نبعد عنها ثواني او دقايق. فاهمين قصدي؟ فاي حد تاني بيقول حاجه غير كده هو يعني مش اكيده طلع منه بالشكل ده، مش اكيده، لان الحقيقه غير كده. الحقيقه ان البلد دي مذكوره في القرآن 5 مرات، 5 مرات. يعني ده رقي، ويعني ربنا مرقيها عن كل بلاد العالم وكل بلاد الدنيا. اسمها مصر ام الدنيا. فاهمين قصدي؟ فده شيء مهم جدا ان احنا نعرفه، وده شيء مهم جدا ان احنا نفهمه، وان احنا يكون عندنا الفهم ده، ونبقى حاسين بقيمة بلدنا وقيمة كنا عايشين في البلد دي وكنا مواطنين عايشين في البلد دي، بغض النظر عن الظروف وعن الواقع وعن اي حاجة. اي حد على الانترنت، على اليوتيوب هنا بقى او في اي منصة تانية، بيحاول يكرهك ويعملك ويسويك في البلد او المكان اللي انت عايش فيه. تمام؟ عشان نكون حاسين بقيمتنا، وحاسين بقوتنا، وحاسين بحبنا،
وحاسين بمكانتنا الكبيرة والعظيمة اللي موجودة على الكوكب ده وعلى المكان ده اللي ما اسمه الأرض. مصر الدنيا، تمام كده؟ فأنا مبسوط إن أنا عايش في مصر، مبسوط. تمام؟ شكرا ليكم إن انتوا اتفرجتوا اللحظة دي، وكان معكم وائل حامد. أشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة إن شاء الله. كمان يوم 1، النهارده 30 وبكرة 31، وإن شاء الله بعد بكرة 1/1/2025. كان معكم وائل حامد، ومع السلامة، والسلام عليكم وإلى اللقاء.